أستاذ داود في كل ديانة أن لها رسول أو مرشد. أنت قلت بالنسبة للدين الزردشتي أو الأديان الآرية لا يوجد هنالك، لا نؤمن بوجود نبي يوحي له الله، وإنما يعتمد على العقل، الأمور الطبيعية، غير ذلك. ولكن سؤالي الآن، آدي بن مسافر، هنالك لغط على الأقل بالنسبة لي عندما كنت أقرأ بعض الكتب عن الديانة الإيزيدية كانوا يقولون عنه عدي بن مسافر، اسم عربي، والبعض كان يقول أنه جاء من اليمن أو لبنان. ما أصل هذا الموضوع ومن هو آدي بن مسافر وتاريخ تواجده؟ أوكي، تحياتي لهذا السؤال. طبعا عزيزي، دائما نقول بأن هناك خلط في اللغة. عندما يقول العربي كلمة بالمقابلها كلمات أخرى في الكردية بحروف أخرى. العربي لا يستطيع أن يجيب بعض الحروف الكردية. صح، هذا شيء واقعي. صح، كالفي والتشي وكذا من الحروف الصعبة مثلا لازم. أيضا نحن في لغتنا الكردية أيضا لا نستطيع أن نجود الضاد والطاء والغاء ويعني والذاء، يعني هذه بعض الحروف لا نستطيع إذا نغيرها بشكل وبآخر. نغيرها مثلا نقول هذا ضابط نقول ضابط، واقعي هذا. نقول هذا طار نقول طار، الطاء نحولها تاء، الذاء نحول لها دال، يعني تغييرات موجودة، يعني موجودة. نقول مسافر عندما رحل نتيجة القحط، وهذه مدونة في المخطوطات الكلدانية حينها، وقد دونتها في كتابي الإيزيدية في المخطوطات الكلدانية القديمة. عندما رحل نتيجة القحط التي أصيبت بها المنطقة إلى من منطقة إلى منطقة أخرى، ولحد وصوله إلى منطقة بيت الفار في بعلبك. إذا أكيد قد وجد المرابع الخضراء للرعي، فمكث هناك، مكث في هذه المنطقة لفترة. ولد هناك عادي طفل، لدى عندي طفل. فالإنسان دائما في كل اعتقاده أنه أفضل شيء أنه وطنه. هذا يعتقد الإنسان دائما. يعني لدينا الكثير من أبناء سوريا والعراق وكردستان في دول أوروبية أو في الدول الغربية، في أستراليا، أمريكا، كندا. عندما يتحدثون فيما بينهم يتحدثون عن المنطقة. حدث اليوم الشيء الفلاني في المنطقة، منطقة اليوم كذا وكذا. يتحدثون عن أخبار المنطقة بشكل تفصيلي، ولا يتحدثون إلا قليلا عن المنطقة. مثلا الأكراد الموجودين حاليا في برلين لنقول على سبيل المثال، عندما يتحدث فيما بينهم يقول اليوم الكردستان كذا صار وكذا صار وكذا، استقبل فلان كذا وكم، لكن لا يقولون بأنه اليوم قرأت في الجريدة الحي الفلاني أو المنطقة الفلانية في برلين حدثت كذا وكذا، إلا ما يتعلق بأمور خاصة. يعني هذا مسافر أيضا عندما صار عنده ولد قال أسميه على منطقتي. منطقة شيخان في منطقة هكاري أنا أسميه، هي تسميتها هكاري آديان قديما، هكاري شيخان ولاد شيخ، يعني 4 أسماء لهذه المنطقة، 4 أسماء لهذه المنطقة. فسماها على اسم منطقته آديان، فمن الآديان سماها آدي. لكن يبدو أن على الأخوة العرب صعب التلفظ آدي، فسماها عدي أو سماها عادي. من عادي أيضا سماها عدي. فمن عادي قال عادي، آدي قالوا عادي، من عادي تحول ثم تحولوا إلى قال يابا عندنا أسماء عدي فسموه عدي أيضا، لكن هو اسمه آدي. احنا نسميه شيخ آدي. لحد الآن لا يوجد يزيد يقول شيخ عدي أو شيخ عادي، لا، شيخ آدي. فنسبة إلى اسم المنطقة تسمية المنطقة سماه آدي. طبعا الإنسان أيضا لديه بعض الصفات هذه كنا نقرأ في الكلية. الإنسان دائما مثلا بنية اسمها وردة،
لا دائما تقول اسمي وردة تحب الورود. وطفل اسمه أسد ليث، دائما يشوف نفسه هو ليث وكذا وثابر وكذا، يقول أنا ليث أنا. فتأثير الاسم على الإنسان، يعني الاسم له تأثير مباشر على الاسم. فعندما رأى نفسه أنه إنسان مجتهد ويستطيع أن يقود المجتمع في سن 40 واسمه آدي، دائما يقول أنا آدي ابن منطقة آديان، أنا آدياني. ما زال اليزيديين يقول أنا بيت الآدي يعني من هذه المنطقة الآدية. فقال لوالدي لابد أن أرحل إلى تلك المنطقة وأنتم ابقوا هنا، لكن أنا استطيع. فجلب معه أيضا ابن شقيقه المتوفي أبي البركات، جلب معه وهو صغير السن، فأتى إلى المنطقة وقاد المنطقة كمصلح للديانة الإيزيدية.